مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده والطريق الثالث، وعايز ابدا معاكم من اهم ملف لاي دوله في الدنيا وهو التعليم. كتير اتكلمنا عن كنترولات الثانويه العامه، كتير اتكلمنا عن ما يسمى بلجان الاكابر اللي كانت بتحصل في الصعيد، وشفنا الفضايح اللي تمت في كليات جنوب الوادي وجامعه سوهاج وغيرها. الطلبه اللي دخلوا 100 واحد كليه الطب ونجح منهم طالب و99 سقطوا، وعرفنا السبب ان هم طالعين من مدرسه واحده وغاشين مع بعض والدنيا تمام التمام. هل وزاره التربيه والتعليم بقى يعني عالجت الاخطاء؟ الاجابه لم تعالج الاخطاء. الاخطاء تستمر وتنتقل من محافظه لمحافظه، من لجنه للجنه، من كنترول لكنترول. ودينا شفنا الفضيحه الكبرى بتاعت مدرستين 800 طالب فوق 90%. احنا كده بندمر العمليه التعليميه يا جماعه، احنا كده بندمر مستقبل طلبه كانت جديره ان هي تدخل كليات نفسها فيها. خدنا احلامهم واديناها لغيرهم. شفنا طالبه، ودي فضيحه للسيد ظاهر، ما دخلتش 3 مواد وحصلت على درجات في ال3 مواد. يعني هي بتقول لك انا غايبه في ال3 مواد، غايبه في ال3 مواد وحصلت على درجات في ال3 مواد. انت بتتكلم زي يا جماعه؟ الواقعه دي تحديدا تفقدنا الثقه بالنتيجه برمتها. اللي الوزير طالع فرحان وجايب احمد ظاهر وعامل مؤتمر صحفي وكانه بيتحدث عن انجاز. اولا الوزير الحالي ماله ومال الثانويه العامه بالمناسبه يعني. ثانيا ايه الانجاز في ان انت بتطلع بتوقع على اعتماد نتيجه واتضح ان النتيجه فيها بلاوي سودة للمصريين وللطلبه وفيها قتل الاحلام الطلبه. المشكله مش كده بس، المشكله ان بعض الناس اللي موجودين من صحفيين واعلاميين بيسالوا اسئله يتقال لهم ممنوع الاسئله. امال انت عامل مؤتمر صحفي من طرف واحد؟ طبعا انا لو كنت موجود او حد طرفي موجود في هذا الاجتماع كان قلب الليل على الوزير واللي مع الوزير. يعني ايه ما تجاوبش؟ يعني ايه ما حدش يسال؟ انت عمركم شفت في الدنيا حاجه اسمها مؤتمر صحفي من طرف واحد؟ يا جماعه لحد امتى الفضايح دي؟ ناهيك عن فضايح شهاده الدكتوراه وغير شهاده الدكتوراه، وانا هنا لا يعنيني شهاده الوزير بالمناسبه. يعني مشكلتنا ان احنا بقالنا 72 سنه ماشيين بحاجه اسمها وزراء التكنوقراط او حكومه التكنوقراط. انا لا يعنيني ان الوزير ممكن يكون معاه دكتوراه من عدمه. ما احنا على مدار ال 72 سنه اغلب وزراء التربيه والتعليم واغلب الوزارات كان معاهم الوزراء كانوا معاهم دكتوراه، ومنهم اللي اخدها من مصر ومنهم اللي اخدها بره مصر. المحصله ايه يا جماعه؟ الموضوع مش موضوع دكتوراه او غير دكتوراه، الموضوع موضوع فكر. طيب دلوقتي يا جماعه على مدار السنين اللي فاتت احنا كلنا متفقين بما فينا الوزير الحالي والوزير السابق والوزير الاسبق والاسبق والاسبق لحد ما نوصل لسنه 52 ان عندنا مشكله في التعليم في مصر. طب هل المشكله في الوزير؟ والمناسبه هل المشكله في الوزير الحالي؟ طب هل المشكله في الوزير السابق؟ طب هل المشكله في الوزير الاسبق؟ يا جماعه وان كان الوزير يتحمل المسؤوليه السياسيه برغم ان احنا ما عندناش ما يسمى بالحكومه السياسيه، الا ان الوزير بيجي على منظومه حاجه من الاثنين: يا يغير هذه المنظومه داخل ديوان الوزاره وداخل دواوين المديريات المختصه، يا هي الدواوين دي بقى والوزاره او الناس الموجودين بالوزاره هم اللي بيديروا الوزير. هو السؤال من يدير من؟ لو ان الوزير يدير هؤلاء اعلم ان هذا الوزير سينجح، ولو ان هؤلاء هم من يديروا الوزير وهذا ما يحدث الى الان، عشان بس يعني ما نروحش من بعض بعيد، اذا لن يكون هناك نجاح لاي وزير هيدخل وزاره التربيه والتعليم او اي وزاره. حطها كده قاعده: من يدير من. لو الوزير هيدير منظومته ينجح ويتفوق، لو المنظومه هتدير الوزير كل سنه وانت طيب. وده اللي حصل مع الوزير السابق، وده اللي حصل مع الوزير الاسبق والاسبق والاسبق والاسبق. لدينا مراكز قوه، لدينا مراكز قوه. بالمناسبه هي مش قوه على فكره، هي اوهن من بيت العنكبوت. انا بكلمك تحديدا بقى عن التربيه والتعليم، انا بكلمك عن حاجه انا محتك بيها قوي وفاهمها عارفها وعارف شخوصها واشخاصها شخص شخص فرد فرد، وكلهم ليس لديهم حجه، ليس لديهم الا التبرير. التبرير زي ما بيقول المصريين كده، تبرير على الفاضي والمليان. تمام كده؟ لا يوجد خطه، لا يوجد منهج، الكل يسير ان دي زي ما بيقولوا كده انا ليا مصالح احمي مصالحي. بالمناسبه هو وجود الوزير ده في حد ذاته اكبر دليل على تعارض المصالح. طبعا تعارض المصالح. منين انا وزير عندي مدرسه او كنت مدير مدرسه والمدرسه دي بتاعتي بتاعت والدتي بتاعت حد من العيله، ومنين انا وزير التربيه والتعليم؟ دلوقتي وزاره التربيه والتعليم هتتعامل ازاي مع هذه المدرسه؟ المفروض المدرسه دي حتى وان كانت مدرسه خاصه هي تحت ولايه التربيه والتعليم من ناحيه الرقابه.
المدرسه دي لو حصل فيها مخالفات دلوقتي، من يستطيع ان يوقع عقوبه بهذه المدرسه؟ سؤال. اي مدرسه خاصه بتعمل هفوه قد كده بتحطوها تحت الاشراف المالي والاداري، حتى وان كانت تستحق او لا تستحق. هل مدرسه الوزير ممكن في يوم من الايام نشوفها تحت الاشراف المالي والاداري؟ وعلى فكره، وان حدث، خليني اروح معاك للبعيد، وان حدث، هل هيبقى عندنا ثقه ان لجنه الاشراف المالي والاداري هي اللي بتدير ولا بتدار، ولا بتروح تمضي شكلا وتروح؟ انت بتفتح مجال للشك. انا هنا مش حد شكاك او حد بيتشكك، لا، انت سيادتك اللي اخترت الوزير ده بتفتح مجال للشك. انا هنا بتكلم على الجهات اللي رشحت الوزير، وهل فعلا في حد في جهه معينه ولاده في المدرسه الفلانيه هو اللي رشح الوزير؟ لو الكلام ده ثبت يا جماعه، يبقى الوزير واللي رشحه مفروض نقول لهم شكرا، روحوا. احنا بنتكلم في عزبه، في مفهوم عزبه وليس مفهوم دوله. انا لا احمل حد المسؤوليه قدر ما احمل من قام بترشيح هذا الوزير. معلش يعني، اسئله واسئله مشروعه. انا امتى هثق في الوزاره وهي بتراقب اداء هذه المدرسه؟ الوزير طلع بتصريحات، ويمكن التصريحات اللي طلع بيها واداؤه الاعلامي قد يكون هو اللي هيطول امد الوزير في الوزاره الفتره اللي جايه، برغم انه لن يطول طويلا، وخليكم فاكرين كلامي، لن يطول هذا الوزير في الوزاره طويلا. طب ايه اللي ماشي الوزير السابق الدكتور رضا؟ برغم الدكتور رضا اقدم واحد في الوزاره، وزي ما بيقولوا جايبها من تحت، واستاذ تربيه وتمام، وكان نائب وزير، وكان رئيس قطاع تعليم، له تاريخ طويل في الوزاره. الدكتور رضا اول ما جه وزير، انا احلل لك بقى اللي جاي ده تحليل وليس معلومات. عارف انت اللي هو عمل بالمثل المصري: يحيط داريني داريني يحيط. انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم. وجاب محدث لا يتحدث، جاب متحدث عفوا، متحدث لا يتحدث، وجاب متحدث لا يتحدث. مين فيكم يعرف اسم المتحدث؟ وايه اخر تصريح ليه؟ وقال ايه في موضوع الفيزياء في الثانويه العامه؟ قال ايه في موضوع الكنترولات؟ حد فيكم فاكر الكلام ده؟ كان يظن انه حين ينأى بنفسه ولا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ان هو هيعيش، وزي ما بيقولوا كده في مثل مصري يقول لك: عيش نمله تاكل سكر. الوزير اللي جاي الجديد بقى، برغم انه جاي من خارج الوزاره، وانا مش ضد انه يجي من خارج الوزاره، بل على العكس، الوزاره دي عايزه حد يجي من الخارج، ولكن عايزه حد سياسي بمفهوم سياسي، وزير بمفهوم حكومه سياسيه، وزير يضع خطه، يراقب التنفيذ، يراقب الاداء، يقطع رقاب كل من يقفون امام تنفيذ هذه الخطه وامام نجاح هذه الخطه، ولكن يدير ولا يدار. احنا بمشهد احمد ظاهر لا، احنا شايفين العكس، شايفين وزير لا يدير. عشان اجيبها لك بصراحه، ومن يتحمل مسؤوليه كنترولات الثانويه العامه احمد ظاهر. وش اولا هو يتحملها من الناحيه القانونيه، ومن الناحيه المهنيه، ومن الناحيه السياسيه، ومن الناحيه الاجتماعيه، ومن كل شيء، لان هو المسؤول عن الثانويه العامه. ايه اللي بيحصل؟ هل في تحقيق جدي هيحصل في هذا الموضوع؟ الموضوع يستحق ان يذهب الى النيابه العامه. لا، تكرار هذا الموضوع يعني ان هناك منهجيه في معينه بتدار في كنترولات الثانويه العامه. لا، في منهجيه بتدار. الموضوع مش صدفه، مش كل سنه هنقول صدفه او ده حادثه فرديه، لا، واضح ان احنا امام منهجيه. تعال افكرك بكلام مهم جدا ممكن تسمعه من احد الناس اللي كانوا في كنترول الثانويه العامه. تعال اسمع معايا. لجنه اداره الثانويه العامه 14 بعد اختبارات امن وخلافه مفيش اي مشاكل، واشتغلت في اللجنه بكفاءه الحمد لله، الى ان عرض علي تفصيل لجان ثانويه عامه لناس معينين، عايزين احطهم في لجنه معينه. اللجنه ديت بتضم مدارس تجريبيه لغات، الطالب بيدفع 20,000 جنيه، فلازم تتفصل عشان مستوى المدرسه يرتفع. رفضت، وهنا كانت الطامه الكبرى. لا، فيه 2 موجودين في اللجنه بقالهم 11 سنه، مطبخ اللجنه، ولك ما تعني كلمه المطبخ، عارف مين اللي هيروح المكان ده وعندهم كل حاجه. لما اتعرض عليها هذا الكلام رفضت. اللغات التجريبيه بالمنصوره هنعمل لها كذا كذا، ليه؟ لان فيها ناس معينه ومدفوع فيها كذا، وانت ليك حصه فيها، انت ليك نص مليون، ووزير التعليم له حصه السابق، والمحافظ السابق له حصه فيها، وانا ليا حصه، وكيل وزاره. قلت له اسف، بعت شكاوى لكل المسؤول في الدوله ولم تحرك ساكن. فقت ان انا ابقى حرامي
وافصل لجان واسرق فلوس كان زمان وكيل وزاره من سنتين ثلاثه. لان احنا في مصر حاليا كن فاسدا ترتقي. بعد الكلام اللي حضرتك سمعته ده، انت ماذا فعلت الدوله في كنترولات الثانويه العامه؟ الاجابه ما عملناش شيء. سيبنا الموضوع للتعليم، والتعليم الهوجه بتخلص، الدنيا بتهدى، خلاص كأن شيئا لم يكن. الوزير بدأ بتصريحات، والتصريحات انا بعتبرها زي ما اتكلمنا وقلنا ان في حاجات مش كويسه، لا في حاجات كويسه. الوزير عايز يقضي على الكثافه، وده شيء كويس وده شيء ايجابي وانا بحيي الوزير عليه. ولكن هل تستطيع القضاء على الكثافه؟ لا، مش هتقدر لسبب بسيط. وانا ارجو منك ان انت لا تصرح تصريحات لا الوزاره قدها ولا حضرتك قدها. بمعنى ايه؟ بمعنى الكثافات لن تنتهي الا بالتوسع الرأسي والأفقي، التوسع في المدارس. انت مش كده بس، ده انت عندك دلوقتي في ال10 سنين اللي فاتوا لم يتم بناء مدرسة رسمية إلا بالنظام الآتي: يا الدولية بمصروفات، يا مدارس نيل، يا مدارس ما يسمى باليابانية، وهي مالهاش علاقة باليابانية والبروتوكول انتهى. يعني في النهاية 3 أنواع أو أنماط مدارس دي أنماط مدارس بمصروفات زي الخاصة. ده مش كده بس، احنا لا عندنا توظيف ولا بنعين معلمين بقالنا سنين، وعندنا عجز صارخ. احنا بناخد من مدارس الحكومه، من المدارس التجريبيه المتميزه والمدارس الرسميه، بناخد منها افضل العناصر ونوديها للمدارس الدوليه والمدارس ما يسمى باليابانيه والمدارس النيل. والمدارس الرسميه اذهب انت وربك فقاتلا انها هناك. تصرفوا انتوا بقى، يحصل عجز ما يحصلش عجز. طب العجز ده هتعمل فيه ايه حضرتك؟ حضرتك مشكلتك ما تتحلش في وزاره التعليم، مشكلتك تتحل في مجلس الوزراء بتخصيص موارد لحاجتين: لبناء مدارس للقضاء على الكثافه اللي حضرتك عايزها، وايجاد درجات وظيفيه لمدرسين خريجي التربيه وغيرها من التخصصات المختلفه، والتعيين في الدوله. طيب ما تسيب الناس بتوع المدارس الرسميه وعين ناس جديده بالتعاقدات في المدارس الدوليه والنيل وما الى ذلك. سيب المدرسين، سيب المدارس ماشيه. عندك مشكله ثالثه حضرتك ما تعرضلهاش، وما اعرفش حضرتك تعرفها ولا لا: مشكله ميزانيات المدارس. انت عندك المدارس الرسميه فيها ميزانيات، ممكن مدرسه من المدارس يبقى فيها 5 مليون جنيه في الميزانيه بتاعتها، وتدخل المدرسه تلاقي الحنفيات متكسره، الديسكات متكسره، كل حاجه فيها متكسره. يا جماعه ما تصرفوا على الصيانه. اقول لك مش عارفين نصرف، مش عارفين تصرفوا، ده انتوا على الورق عندكم 4 مليون. يقول لك بس احنا منعنا من الصرف. ما تحل مشكله الميزانيات الخاصه، ميزانيات مجالس الامناء ما تحلها. مش مجالس الامناء بس، بتحل مشكله ميزانيات المدارس الرسميه. حل مشكله الميزانيات دي. يعني يا سيدي بلاش تتصرف كلها، اصرف ربعها وخد 3/4 فائض ميزانيه، وخدهم من اول يوم في السنه، مش لازم تستنى شهر اغسطس. بس المدارس تصرف على الصيانه، يعني اولياء الامور تدفع مصروفات والطلبه تدفع مصروفات ولا تستفيد بجنيه في هذه المدارس يا جماعه. فانت عندك مشكلات معقده، اخطرها واهمها وبكتفي بهذا القدر: من يدير من؟ الوزير يدير المنظومه ام المنظومه هي التي ستدير الوزير؟ نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل.